في الفيديو ده هنتكلم عن 5 مهارات لازم يكونوا عندك لو انت طبيب طوارئ. المهارة الأولى وهي انه انت تكون بتعرف تركب IV لاين. انت كواحد بتشتغل في الفرونت لاين لازم تكون بتعرف تعمل كل حاجة، وهنا كل حاجة أعنيها فعلا حرفيا. لازم تكون بتعرف تعمل كل حاجة. عارف فكرة الوان مان شو؟ انت لازم تكون فعلا وان مان شو. تركيب الكانيولا اللي احنا بنشوفها ان هي ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، ولكن اكاد اجزم ان اكتر من 3/4 الدكاتره ما بيعرفوش يركبوا من الكانيولا. بلاش 3/4، خليني اقول 90% من الدكاتره ما بيعرفوش يركبوا difficult IV access. تعلمك لتركيب اللاين حرفيا ممكن ينقذ حياه مريض. تخيل كده انت قاعد في الريسس ومعاك الممرضه بتاعتك، وفي لحظه الممرضه اختفت، راحت تعمل اي حاجه، دخلت الحمام، دخلت راحت تشتري حاجه، راحت تنظف حاجه، راحت تعمل اي حاجه، وانت قاعد في الريسوس دخل عليك الحق يا دكتور، الحق يا دكتور، عيان هايبوغلايسيميك كوما، يلا اتصرف. العيان كونفيوزد، محتاج دلوقتي IV لاين حالا علشان تديله IV ديكستروز او جلوكوز او ايا كان. هتعمل ايه؟ هتنتظر لحد ما الممرضه تيجي؟ اصلا انا ما بعرفش اركب IV اكسس. انت متخيل لو انت بتعرف تركب اللاين في اللحظه دي انت حرفيا هتنقذ حياه المريض. مريض تاني ممكن يجي لك بسيجرز، محتاج حرفيا دلوقتي IV لاين. هتعمل ايه؟ لو انت ما بتعرفش تعمل حاجه زي كده في الغالب العيان هيضيع منك، العيان ممكن يديتيريوريت ويحصل مشكله. فتعلمك لمهاره بسيطه زي دي تكاد تكون بتحصل قدامك يوميا. ممكن تكون النيرس اللي معاك بتعمل الكلام ده كله يوميا كل يوم، ولكن انت ما حاولتش انك تمشي ايدك في الموضوع وانك تركب الكانيولا. في الاول ممكن تكون صعبه، ولكن مع الوقت ومع التدريب هتلاقي نفسك ان الموضوع سهل جدا. بالعكس، انت ممكن علشان تنجز نفسك، ممكن تكون التمريض اللي معاك بيعمل حاجه تانية، فانت عشان تنجز نفسك هتركب اللاين، هتاخد البلودز اللي انت محتاجها للمريض وخلاص وانجزت الموضوع. لان انت بتشتغل في الفرونت لاين، انت دكتور طوارئ، لازم تكون بتعرف تعمل حاجه زي كده. بلاش دول كلهم، تخيل ان في طفل صغير عنده 2-3 حصل اي حاجه وجاي لك كولابسد، جاي لك بهايبوغلايسيميك كوما، جاي لك بديكي جاي لك كونفيوزد، ايا كان، هتعامل معاه ازاي؟ هتنتظر لحد ما دكتور الICU او دكتور الاطفال يجي علشان يركب له اللاين؟ انت ده دورك انك انت تكون بتعرف تعمل الحاجات دي وتحت ضغط. لازم تكون بتعرف تعملها تحت ضغط، لان هو ده واقع الشغل بتاعنا كطبيب طوارئ، ان كل حاجه حرفيا انت بتعملها تحت ضغط. انت مش شغال في عياده، انت شغال في الفرونت لاين، شغال في المستشفى. المهاره الثانيه وهي انه تكون بتعرف تعمل الترا ساوند. يا جماعه انت مش متخيل الالترا ساوند ممكن تسهل حياتك قد ايه. هتسهل حياتك في انك تركب الIV اكسس في الديفيكولت بيشنت، هتسهل حياتك في انك انت تركب السنترال لاين، هتسهل حياتك في الفاست سكان. عيان جاي لك بتروما وانت عايز تعمل له فاست سكان بسرعه، والعيان بتيتريت ومش ستيبل اناف ان هو يروح يعمل الCT with contrast، فانت لازم يكون حاجه بتسايد جنب العيان على طول، بتعمل الترا ساوند، ستيك البروب، شوف اذا كان في فري فلويد ولا اي حاجه، وبعد كده بتكلم الثياتر على طول. يا جماعه العيان ده جاي لكم على طول، الكلام الموضوع ما فيش فيه نقاش، خلاص العيان فيه فري فلويد وجاي بتروما، خلاص العيان داخل عمليات على طول. انت مش محتاج انك انت توديه الCT او اي حاجه وتعطل وقت العيان. هيسهل حياتك في عيان جاي لك بفراكشر فيمر وانت محتاج تعمل له فاشيا إلياك بلوك. والفاشيا إلياك بلوك دي حاجه من ضمن شغلك، مش شغل ولا تخدير ولا ICU، ده شغلك انت كطبيب طوارئ، انت اللي المفروض تكون بتعمله. تالت مهارة ولازم تكون بتعرف تعملها كويس هي الكوميونيكيشن سكيلز. ودي حاجة ما بنتعلمهاش يا جماعة في الكلية، دي حاجة حتى ما بنتولدش بيها، دي حاجة احنا بنفضل نتعلمها لحد ما نموت. زي ما اتكلمت في الفيديو اللي فات ان افضل دكتور مش هو الدكتور اللي بيعرف كل الادوية وبيعرف كل الجايد لاينز وبيعرف كل الرير سيندرومز وبيعرف كل الكلام ده كله. الكلام ده كله موجود على النت، اعمل سيرش هتجيب على طول في ثانية وهتجيب كل المعلومات اللي انت محتاجها. ولكن افضل دكتور هو الدكتور اللي بيعرف ينزل للمستوى الفهم بتاع العيان، هو اللي بيعرف يكوميونيكيت مع العيان، هو اللي بيعرف يقدر يكيب الاي كونتاكت، هو اللي عارف يتكلم امتى ويسكت امتى، هو العيان اللي عارف يبريك الباد نيوز. انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في الفيديو اللي اتكلمت فيه عن ال6 نصايح اللي كان نفسي حد يقولهم لي قبل ما اتخرج من الكليه واترمي للحياه ويتداس عليا بالطريقه دي. فارجع للفيديو لو محتاج تسمع اكتر عن الموضوع ده. المهاره الرابعه وهي الECG interpretation.
انت كدكتور طوارئ في الفرونت لاين لازم تكون عارف كل البيزكس بتاعت الاي سي جي، لازم تكون عارف كل الاي سي جيز المتعلقه بالطوارئ، تكون عارف الاسكيميك تشينجز، تكون عارف الولف باركنسون وايت سيندروم، البرجادا سيندروم، الفاسيكولار بلوكس، تكون عارف الويلن سيندروم، تكون عارف الليفت باندل برانش بلوك والسكاربوزا كرايتيريا. الحاجات دي كلها أساسيات لازم تكون عارفها كطبيب طوارئ. المهارة الخامسة، ولكن لو وصلت هنا من فضلك اعمل لايك واعمل سبسكرايب، خلي الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الأطباء الجونيورز اللي لسه هيبدأوا حياتهم المهنية. ده ممكن حرفيا يفرق معاهم ويخليهم أفضل. المهارة الخامسة ال ABG Interpretation، والاي بي جي انتربريتيشن اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، وحرفيا مفيش عيان بيجي لك الطوارئ، او بلاش اقول مفيش عيان، خلينا اقول 90% من العيانين اللي بيجوا لنا الطوارئ بنحتاج نعمل لهم بلاد جاز. انا اتكلمت قبل كده عن البلاد جاز في الفيديو وشرحته بالتفصيل التام وبشكل مبسط جدا، ينفع اي طبيب طوارئ. ممكن تدخل تتفرج على السلسله كامله بتاعه الاي بي جي من الاي اللي موجوده هنا فوق. اي مريض جاي لك بميتابوليك كوز، ريسبيراتوري كوز، اي مريض اوفر دوزد، عيان جاي لك سموم، عيان تروما، كل الكلام ده كله انت محتاج تعمل له بلاد جاز، محتاج تعرف تعمل انتربريتيشن كويس للبلاد جاز. حرفيا ده ممكن يفرق معاك في انك انت تنقذ حياه المريض. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. سلام.